السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي كده ايه هنعمل حواوشي، ونشوف ايه هنعمل الطريقة اللي احنا هنعمل بها ازاي. يلا بينا كده نشوف ايه هنعمله ازاي. هنعمل بقى يا حبايبي كده الحواوشي. هنجيب بقى ايه اللحمة، انت حسب ما انت عايزة تعمليه بفراخ اعمليه، عايزة تعمليه باللحمة اعمليه حسب ما انت عايزة، وحسب ما ايه اولادك بيحبوه، حسب ما انت بتحبي. هتعمليه بفراخ هتعمليه بلحمة حسب ما انت عايزة اعمليه. انا جبت بقى كده نص كيلو لحمة كده معايا. هنفرمه بقى كده، انا جايباه وهفرمه، انا عندي مش جايبه لحم مفروم، انا جايباه وهفرمه انا عندي في المفرمه كده او في الكبه، او حسب ما انت عايزه تفرميه. جبت نص كيلو لحمه كده وجبت شويه فلفل كده، فلفل رومي، وهتحطي برضو قرن فلفل حامي، علشان الفلفل الحامي بيخليه حامي شويه كده للحوش وبيخليه كويس معاك. جبت بقى نص كيلو لحمه يا حبايبي واللحمه كانت حمرا كده، انا هفرمها وهجيب حته دهنه برضو افرمها عليها. وجبت بقى وجايبه جزرتين وجايبه بصلتين، انا برضو هبشر عليه جزرتين كده على اللحمه بتاعتنا بعد ما افرمها. ايه عشان ايه؟ عشان برضو يعني يضاعف الكميه، عشان يبقى اقتصادي برضو، ما يبقاش يعني ما نعملش بقى رغيفين 3 وخلاص، لا نعمل كميه يعني معانا. إيه لو حابه برضو تحط عليه جزر حطي براحتك انت حسب ما انت عايزه، بس انا عملته بصراحه بالجزر وكان حلو، والجزر ما كانش باين خالص يعني في اللحمه معانا. انا عملته كده، ضربت الجزر قطعت الجزر وضربته في الكبه، فلما عجنته في اللحمه ما كانش باين خالص معايا. ومعايا الفلفل الرومي وفلفل حامي، وقطعته كده برضو وفرمته معايا اهو يا حبايبي. فرمت كده الفلفل الرومي والفلفل الحامي وبشرت الجزر بتاع ده، قطعت الجزر برضو وفرمته في الكبة، والبصل برضو فرمته في الكبة. واللحمة بتاعتنا اهيت فرمتها كده في المفرمة، وجبت حتة دهنة كده برضو معايا وفرمتها عشان كانت اللحمة ما فيهاش سمين قد كده يعني. جبت حتة دهنة كده وفرمتها معايا برضو في الكبة وحطيتها على اللحم. والجزر اهوت انا عملته وضربته في الكبة، احطه برضو كده ايه جزرتين بتاع ده، بصلتين حلوين كده كبار او 3 بحسب ما انت عايزة برضو تحطي. عايزة تضخفي الكمية حطي بقى جزر بتاع ده بصل، وحطي جزر وحطي فلفل وكتري شوية يعني، وما تعجنيه في اللحمة وتحطي التوابل كله هيتضرب بعضه مش هيبان. جبت بقى الجزر اهوت وضربته في الكبة كده ونعمته والبصل والفلفل، وحطيت فلفل حامي. وجبت بقى في التوابل بتاعتنا، التوابل اللي انت عايزاها حطيه. جبت توابل لحمة وجبت كمون وجبت فلفل اسود وجبت شوية ملح، وحطيت كله بقى على بعضه كده وعجنته عجنة كويسة. تعجنيه ايه تزودي في العجن عشان كله ايه يخش ببعضه كده، والتوابل والفلفل الحامي وكله ببعضه كده. ورجعت حطيت شوية شطة حمرا كمان عشان يبقى مشطشط كده وحلو. وعجنته بقى ايه عجنة كويسة. كانت تنج بقى تعجني لحد كل التوابل والخضرة بتاعتنا ديت كل ده يتضرب بعضه، واللحمة كلها انسجتها كده تبيض معاكي وتبقى بيضة كده وحلو. يتوه بقى كل الخضار ده في اللحمة بتاعتنا. تنك بقى تعجني كده، عجني برضو يعني عجني مدة 5 دقايق كده 7 دقايق. كل الخضار بتاعك يتدرج كده في اللحمة واللحمة التنك تعجني لما الأنسجة بتاعت اللحمة تبقى بيضة كده. حطيت بقى شوية ملح كده كمان، وعجنت بقى التنك تعجني بقى كده لحد ما يعمل كلته كده ببعضه. عجنت شوية قدام الكاميرا وبعدين طفيت ورجعت عجنت برضو شوية تاني عشان بس ما اطولش عليكم. وبصي يا حبايبي الجزر اتدرى خالص والفلفل اتدرى كلته في قلب اللحمة، ما كانش باين قوي يعني. عجنت بقى كده تعجنيه كويس خالص لحد ما كله يتعمل في بعضه كده. الانسجه بتاعت اللحمه تيجي تشوفيها كده تلاقيها ابيض كده من العجن، فكله بقى متضرب بعضه ما يبقاش باين. عجنيه عجنه حلوه كده، وبعدين سيبيه بقى شويه وبعدين تعمليه الحاجه اما تيجي تعمليها وتسيبيها شويه كده، تتبليها وتسيبيها شويه وبعدين تيجي تعمليها بتبقى شربت من التوابل كده وبقى كويس.
انما لما تكوني مستعجله بقى وتعملي الحاجه في ساعتها، هي بتبقى حلوه صحيح بس ما بتبقاش كويسه زي ما تكوني عملت الحاجه وسبتيها شويه. الحاجه لما تعمليها كده وتركنيها شويه، تسيبيها في التلاجة كده شويه، فراخ تتبليها، لحمه تتبليها، اي حاجه تتبليها كده وتركنيها كده في توابلها شويه في التلاجة، بتبقى حلوه بصراحه يعني. اهو يا حبايبي عجنته، بصوا كله اتضرب بعضه ازاي. احطه بقى في التلاجة كده شويه على ما اجي اعمله. اهي بصي تشوفيها تقولي مفيش جزر خالص، هو الفلفل اللي باين، الجزر كله اتضرب في بعضه عشان نفرمات جامد في الكبه منعماه مش باين. جبت بقى العيش بتاعنا اللي هو العيش البلدي دوت، انا بحب اعمل الحواوشي بالعيش البلدي مش العيش الابيض. فتحت بقى الرغيف كده، تجيبي بقى الكميه حسب ما انتي عندك او حسب ما انتي عايزه تعملي بقى، اللي شوف انت هتعملي عيش قد ايه، حسب الكميه اللي انت عايزاه يعني. هتجيبي بقى العيش كده تفتحيه، هتجيبي العيش كده تفتحيه بقى، وبعدين تقومي جايه ايه، تجيبي بقى اللحمه وتحطي بقى في العيش كده وتفردي. اه يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده. وتجيبي بقى رغيف رغيف كده وتحطي برضو الكميه اللي انت عايزاها، او حسب ما انت الافراد اللي عندك، حسب ما تعملي لكل واحد رغيف رغيفين حسب ما انت عايزاه يعني. وتجيبي اللحمه بقى وتقومي فردها كده في العيش. اهو يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده. تفردي بقى العيش كلته كده وتمليه وتحطيه، وتحطيه بقى في الفرن. عايزه تعمليه على البوتاجاز اعمليه، عايزه تعمليه في الفرن اعمليه حسب ما انت عايزه وحسب ما بتحبي. انا مبحبش اكتر التوابل خالص على الاكل، عشان عايزه احس بطعم الاكل كده، مش عايزه احط توابل كتير. اهو يا حبايبي هم قالوا ايه عايزين في الفرن، عشان يبقى عايزينه ناشف كده ومقرمش وتعصي زيت. عملته بقى في الفرن كده، بس انا ما عملتش ليا زيت، انا ما بحبش احط الزيت على على العيش كده، عملته ناشف كده وما بحبوش ناشف يعني. ما عملتهوش ما حمرتش اللي هو اللي انا باكله انا. هو عملت لهم العيش عوزته كده زيت من قدام كده ومن ورا ومن تحت كده، وتقومي جايه حاطاه في الفرن، هيحمر معاكي وهيقرمش ويبقى حلو يعني. بس انا مش عايزه انا احط زيت، ومش عايزه يبقى مقرمش، انا عايزاه يستوي ويتنيه ابيض كده، مش عايزاه يبقى ناشف. اه يا حبيبي عوزت بقى العيش بتاعنا كده تعصيه كده بقى زيت من فوق ومن تحت، وحطيته في الصاجه بتاعه الفرن كده، وحطيته في الفرن وتولعي الفرن من فوق ومن تحت. هيقرمش معاكي وهيبقى زي الفل، حسب ما انت عايزه بقى، عايزاه يبقى مقرمش، عايزاه يبقى احمر، حسب ما انت عايزه. عايزاه يبقى ناشف، عايزاه يبقى طري. انا عملت شويه طريين كده وشويه ايه وشويه ناشفين، عشان اللي عايز ياكل ناشف ياكل، واللي عايز ياكل طري ياكل. وما عملتش بزيت يعني، مش ما عملتش كله بزيت، اللي عملت له بزيت واللي عمل اكل كده من غير زيت. حطي بقى في الفرن وتولعي الفرن من فوق ومن تحت، هيحمر معاكي من فوق ومن تحت. اهو يا حبيبي بصي اللي هو نشف واحمر دوت، ده اللي هو بتاع الزيت اللي هو نشف واحمر ده. انما التانيين دولت مش متعصين، ما عصتهمش زيت وما خلتهمش بيقرمشوا، انا عايزاه طري مش عايزاه ناشف. وجبت بقى شويه مخلل كده وقرن فلفل حامي والف هنا اللي ياكل والف هنا اللي يشوف. وما قولوا لي ايه رايكم بقى في الحوش بتاعنا النهارده. وما تنسونوش بقى يا حبايبي كده باللايك والشير واشتركوا في القناه، واللي ما يعرفنيش انا قناه وصفات طبخ فلاح مع ام مريم. اه يا حبيبي بقى الاحمر دوت اهوت، ده اللي اتعزت اللي هو الناشف، والتاني ده اللي هو ايه اتعمل كده مع عصوص زيت، عملته كده في الفرن وطلعته طري ما نشفتهوش. قولوا لي بقى ايه رايكم في الحوش بتاعنا النهارده ويا رب الحوش بتاعنا يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.